الرحيم. صلى على النبي كده في الأول. النهاردة هنعمل كشري مصري بأسهل طريقة في البيت. والله طعمه بيبقى زي المحلات ويمكن أحسن. كفاية إن انتي ست الكل عاملاه على ايديك في البيت ضمن نظافته. يعني حاجة كده من الآخر بصراحة يعني. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، جربوها زي ما انا عاملاها كده والله هتطلع معاكم زي الفل وهتبطلوا تشتروا كشري من بره تاني. يلا نبدأ. اول حاجة معانا رز بنغسله حلو، ومعانا بصل بنقطعه بقى جوليان. معانا مكرونة اي شكل انت عايزاه حطيه، مترتبطيش بحاجة. معانا دقيق عليه معلقة نشا عشان نقلي فيه البصل. ومعانا نوع مكرونة كمان اللي هو مكرونة شعرية. ومعانا مكرونة سباكيتي. ومعانا عدس جبة. اول حاجة بنمسك البصل وبنقطعه جوليان شرايح كده صغيرة، قطعيه زي ما انت عايزة الطريقة اللي انت تحبيها. بنقطعه كده وبعد ما بنقطعه بنحطه في دقيق، والدقيق ده على معلقة نشا ومعلقة ملح عشان نخليه مقرمش وما يشربش زيت كويس. بنحط الزيت يسخن على النار وبنرمي في البصل لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بنطلعه بقى على مصفى ولا بنطلعه على مناديل. وبعدين احنا قلينا البصل ليه؟ عشان عايزين الزيت بتاعه ده مش هنرميه، هنستعمله في بقية الوصفة. اول حاجة بنجيب الطماطم وبنقطعها كده، بنغسلها ونقطعها كده، بنعملها علامة من فوق كده عشان هنسلقها، هنديها غلوتين نسلقها. لان الطماطم لما تتسلق بتعرفي تقشريها، القشرية بتخلع بسهولة. لان مينفعش نعملها بقشرها بصراحة. صلصة الكشري محتاجة ان الطماطم تبقى متقشرة. فهنحطها كده على النار تاخد غلوتين، وبعد ما تاخد غلوتين بنصفيها وبنسيبها تبرد. وبعد كده بنقشرها. هنا اول ما استوت كده، اول ما القشرية بدأت تعمل منها، هنقشرها ونحطها في الخلاط. نحط عليها قرن فلفل، ونحط عليها حبة بصل مقلي من اللي احنا عليناه ومعلقة توم. نضرب الكلام ده كله في الخلاط ضرب حلو. بناخد بقى معلقتين من زيت البصل اللي احنا قلينا فيه البصل، بنحط فيه معلقتين توم وسنة كزبرة، وبنقلب فيه التوم. وهو التوم بياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عارفينه، هنعمل بندلق فيه الصلصة. ونحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي بقى ملح وفلفل وقرفة وكمون وكزبرة وبهارات ومرق وورق لورا، ونسيبهم يتسبكوا حلو. بعد كده بنغسل العدس وبنحطه على النار في حبة مية وكمون على النار لغاية ما يستوي. مية العدس بناخد نعمل بيها الرز ما بتدلقش. اول ما مية العدس كده تخلص بنحط معلقة زيت من بتاعة البصل خليكوا فاكرين زيت البصل. وبعد كده بنحط معلقة توم ني وبنقلبه على النار كده ثانية لغاية ما المية اللي في العدس كلها ما يبقاش فيه مية خالص، عشان يبقى مفلفل وجميل زي كشري المحلات كده، زي العدس اللي بيبقى على علبة الكشري اللي بنجيبها في المحلات زي ما انتوا كده شايفين. والله يطلع من ايدك سكر. بنسيبه لما يبرد. بعد كده بناخد معلقة معلقة زيت من زيت البصل تاني. بنحمر بقى في الشعرية، نحط حبة شعرية كده محترمين حلوين وبنحمرهم حلو. نقلب فيهم ونحمرهم. بعد ما بنحمرهم بنحط عليهم الرز اكيد يعني. وبعد كده بناخد معلقتين من العدس اللي احنا سلقينه وكوباية مية من بتاعة العدس. ده بيودي الرز في حتة تانية خالص، بيخلي طعمه جميل بصراحة، بيخلي طعمه جميل. يعني العدس لما بتحطي نص الكمية او زي ما انتي عايزة بصراحة، وبتحطي مية العدس بصراحة بيبقى جميل جدا. ونوطي عليه لغاية ما يتشرب ونسيبه لما يستوي. بعد كده بنحط مية على النار، بنحط فيها بقى نحط المكرونة ونحط لها معلقة ملح ونسيبها لغاية ما تستوي. اي نوع مكرونة انت بتحبيه صغير حطيه، ما تلتزميش بحاجة يعني الموجود عندك. هنا المكرونة كانت استوت، بشوفها كده استوت، مش عايزينها تستوي للاخر. بعد كده بنصفيها بالمصفى حلو. بعد ما نصفيها بقى في تركية حلوة اوي، بنحط لها معلقة زيت من بتاع البصل تاني
ونقلبه فيها عشان ما تلزقش، يعني عشان لو قعدت ما تلزقش في بعضيها، تفضل مفلفلة وحلوة جميلة زي كده زي ما انتوا شايفين. وبنسيبها بقى بنركنها على جنب لغاية ما نيجي ساعة الغرف. نيجي للدقة بقى، بنحط معلقة توم ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون ومعلقة ملح، نحط عليهم عصير ليمونتين كده، وبنحط عليهم نص كوباية خل مثلا، نحط عليهم كوباية مية، وبعد كده بنحطهم على النار يسخنوا بس، وبعد كده بنشيلهم من على النار على طول عشان الحاجات تدخل كده في بعضيها وتدينا نكهة جميلة. والشطة بقى بتاخدي معلقة صلصة من البتاع اللي احنا سبكناها في الأول، وبنحط عليها معلقة شطة. في شطة الزيت بس دي بتبقى حامية أوي بصراحة مبحبهاش، بس ونغرب بقى الف هنا والشفا. بنحط المكرونة والرز والحاجات وبس. جربت الطريقة ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك واشتراك. شكرا، يلا باي.